الآن إلى اليمن الذي يسجل مستويات مرتفعة جدا من الفقر والبطالة. بعض الفئات في المجتمع اليمني لا تستطيع أن تتوفر حتى على أدنى متطلبات العيش. من هنا جاءت مبادرة خيرية تهدف لمساعدة هذه الفئة للتغلب على الصعوبات الاقتصادية. المزيد في تقرير علي المراني. تعتبر اليمن من البلدان الأكثر فقرا في العالم، حيث تبلغ نسبة الفقر حوالي 52%، وهي نفس نسبة البطالة في الأيدي العاملة اليمنية حسب إحصاءات الأمم المتحدة. وفي مثل هذه الأوضاع كان لابد من ظهور مبادرات مجتمعية وأهلية للحد من تأثير الفقر، وكانت فكرة إقامة مخبز خيري يعمل على توفير الخبز للأسر الأشد فقرا والتي لا تجد من يعولها من تلك المبادرات، حيث اتفق مجموعة من شباب مدينة دمار اليمنية في عام 2006 على البدء في هذا المشروع الخيري. وكانت البداية مع 30 أسرة كفلها المخبز بالخبز، واستمرت الزيادة في عدد الأسر إلى أن وصلت الآن إلى حوالي 450 أسرة، يزيد عدد أفرادها عن 3000 فرد. ويستهلك المخبز حاليا ما مقداره 1620 كيسا من القمح سنويا، بالإضافة إلى احتياجات أخرى مثل الوقود وأجور العاملين وغيرها من النفقات التشغيلية. مخبز دمار مشروع خيري مستقل لا يتبع أي جهة رسمية أو حكومية أو حزبية، ويتم تمويله من تبرعات الخيريين والمحسنين من أبناء المدينة وبعض أبناء المدن الأخرى فقط. وبعد هذه التبرعات يتم عبر اشتراكات شهرية أو سنوية منتظمة تضمن تغطية ما يقارب حوالي 60% من احتياجات المخبز، بينما 40% المتبقية تشكل عجزا يحاول القائمون على المخبز الحد منه عبر التبرعات الغير منتظمة. ومنذ البداية اعتمدت إدارة المخبز على الشفافية والمؤسسية والاستقلالية ضمانا لنجاح هذا المشروع الخيري، كما أن هناك خطة لدى الإدارة لفتح فرع آخر للمخبز وزيادة عدد الأسر المستفيدة نظرا للطلب الكبير على خدمات المخبز. وهناك العديد من الأسر التي تم تجهيز معاملتها بالفعل وتنتظر دورها في الاستفادة منه. بسم الله الرحمن الرحيم. نبذة مختصرة عن مخبز دمار الخيري. تأسس المخبز في عام 2006، وقام في حينها بكفالة 30 أسرة بصورة أولية، ويقوم المخبز بتوزيع بما معدله 12 رغيف لكل أسرة. واستمرت الجهود كجهود ذاتية من قبل القائمين على المشروع، واليوم يقوم المخبز بكفالة 450 أسرة من مختلف أحياء مدينة دمار، وبمعدل 12 خبزة يتم توزيعها لكل أسرة. والطاقة الإجمالية للمخبز يعمل ب 135 كيس دقيق شهريا. وأريد أن ألفت الانتباه لأن المخبز جهة مستقلة لا يتبع أي جهة رسمية أو حزبية، ويعتمد في تمويله على تبرعات أهل الخير من محافظة دمار. ونأمل أن يتوسع عمل المخبز مستقبلا بفتح فرع آخر في المدينة لاستيعاب أسر كثيرة، خاصة وأننا لدينا مسح بما يقارب 200 أسرة تم مسحها وتستحق أن نضمها إلى المخبز مستقبلا. فاطمة سيدة يمنية فقدت زوجها قبل عدة أعوام في حادث، تركها مع 6 أولاد أكبرهم لم يتجاوز 13 من العمر، وحاليا لا يوجد من يعولها هي وأسرتها سواها. تعاني فاطمة من مصاعب الحياة، لكنها تجد بعض التخفيف والمواساة من المكان الذي تذهب إليه كل صباح.
حيث تذهب لأخذ حصة أسرتها من مخبز خيري يعمل على توفير خبز للأسر الفقيرة مثل أسرة فاطمة والمئات من الأسر الفقيرة في مدينة دمار اليمنية. هذا المخبز اسمه مخبز دمار الخيري. رغم كل الصعوبات والمعوقات إلا أن المخبز دمار الخيري استطاع وخلال 8 أعوام أن يحقق نتائج مقبولة ويطمح إلى المزيد. علي المراني، مدينة دمار، الجمهورية اليمنية.